بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. بعد هذه الإطالة رجعت معكم فيديو بزاف شباب، إن شاء الله الجميع يستفيد. نرحب في البداية بكل مشترك اللي انضموا للقناة ونقول لكم أهلا وسهلا داركم. أما مشتركات الوفيات نحييكم من هذا المنبر ونقول لكم تحية عاطرة أزفوها لكم، وإن شاء الله كامل تكونوا بخير، وإن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. نبدأ على بركة الله. نخدم معكم هذا الموديل سهل، فيه واحد التقنية في تسجيف الرقبة. نتمنى تركزوا معايا إن شاء الله وتستفادوا وتخرجوا في هذا الموديل قد اللي يحبوا الديكولتي أو البدعية بدون مونش. جبت لكم هذا الموديل ساهل ماهل، غير بمترين من القماش فبران وانتي خدمتيه مع الفولون. شوفوا البنات، انايا بعد ما شمخت القماش جيت طبقته بالطول، يعني حطيت لازير على لازير وراني ننزح في هذه القطعه راه الطول تاعها حوالي 45 سنتيمتر. راح نقسمها على 2 بعد ما نقصها باش ندير بها الفولون. في البداية ننزع قبل هذا القطع اللي نحتاجهم، من بعد نرجع نطبق القماش ونخدم به ونفصله عادي. بعد ما قصيت القطعة تاع 45 نزيد نطبقها على 2، نزيد نقسمها باش نتحصل على قطعتين نديرهم كفولون للروبة تاعنا. يكون العرض كل قطعة فيها 22.5 سنتيمتر. هذه الفولون نتاعنا كما راه موضح امامكم. راح نديرهم سرفله ومن بعد راح نديرهم كشكشه باش نثبتهم. والقماش مطبق كما شفتوه. نزيد ننزع منه قطعه فيها العرض حوالي 11 سنتيمتر. هذه ثاني راح نحتاج قطعه، راح نكويها بالحداد ونديرها ككشكشه عند الصدر. راح نشوفوا هذه الخطوه ثاني بالتفصيل الممل. كما راكم تشوفوا مازال القماش مطوي من جهة على ليزير. راني دايره لا ليزير على لا ليزير، ماهيش من الفوق وماهيش من التحت. زدت طبقت هنايا القماش على 4، طبقته على 4 ونبدأ مباشرة نحط القياسات. كل وحدة تحط القياس نتاعها. هنايا البنات اللي حبت دير لي مانش تقدروا تزيدوا 4 متر باش ديروا لي مانش، ولا هذيك الفولون اللي قلحتوها ديروها كمانش وتخلوا الربة تاعكم طويله عادي. ثاني هذه خطوه مليحه. اللي حبت دير المانش دير هذه الخطوات. نجي هنايا ندير في الرقبه الخلفيه ندي 7 سنتيمتر على 5، والعرض تاع الكتفين راح ندي حوالي 20 سنتيمتر. ننزلوا بهذيك 2 ميلان الكتف 2 سنتيمتر، ومن عند ميلان الكتف تاع 2 سنتيمتر راح نهبط بحوالي 22 سنتيمتر. نتوما البنات هبطوا ب20 سنتيمتر باه من بعد كي تجوا تخيطوا ما تحسوش باللي الحردة مفتوحة بزاف. انا حسيتها كلي مفتوحة بزاف، خاصة راه ديكولتي ما راهش فيه الماش. حتزيدوا تنقصوا هذيك 2 سنتيمتر. من الأحسن من البداية ديروا تهبطوا ب20 وديروا الدورة تاع الصدر. الدورة تاع الصدر ديت فيها حوالي 32 سنتيمتر. أنا ديت حق التوسيعة وحق الخياطة كامل في هذا الربع تاع الدورة تاع الصدر. ونجي هنا نرسم الدورة تاع الإبط عادي من عند النقطة وين حددنا الحردة تاع الإبط ودرنا دورة تاع الصدر. ننزل ب20 سنتيمتر ونحدو ربع الدورة تاع الخصر. أنا درت 30 سنتيمتر. هاد القياس راه يلبس اكس ال. جاي مليح، ماهوش مزير، ماهوش يعني جاي فضفاض مليح. نمر مباشرة هنايا البنات نقص الرقبة الخلفية، نروح للميلان تاع الكتف. دائما ميلان الكتف ديروا 2 سنتيمتر في الربع، اما في الحجاب في اللباس تديروا حوالي حتى 3 سنتيمتر.
شوفوا البنات راح نقص الحردة نتاعنا عادي بكل سهولة. راح عندنا تغيير غير في الحردة الأمامية، راح نديرو هذيك الورقة ونروح نقص حتى للأسفل. أنا يديت الطول تاع الربع أو تاع البدعية هذه اديتها حوالي 1.15 متر. كل وحدة البنات تدي حسب القياس تاعها، اللي حبيتيها قصيرة تنقصي على هذا لأنه راه فيها مازال كاين الفولو اللي راه ب22.5 راح نزيدوها يزيدنا في الطول. صاي البنات المهم تاخذوا بعين الاعتبار هذيك القياسات، قلت لكم راه فيها 1.15 سنتيمتر. البنات والله كاين واحد الاخت طلبت مني اني ما نتكلمش بزاف. كيفاش ندير البنات باش نشرح لكم؟ والله ما فهمتش. انا في بنات يقولوا لي علاكي تسكتي في الاخير، وفيه بنات كذلك يقولوا لي علاش راكي تهضري بزاف. ما فهمتش والله يا البنات، ما فهمتش واش ندير معكم. يا ريت نتوما تكتبوا لي في لي كومونتير واش ندير باش نوصل لكم المعلومه. صاي البنات المهم البنات نروح حتى الاسفل. دائما عند الجوانب قلت لكم دائما تطلعوا ب2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر وديروا ذاك الميلين باش الجوانب تاعكم ما يجوش مجونحين، ونقصوا الباترون عادي كيما تقصي اي بداية. المهم هنا الاختلاف في السجاف تاع الرقبة الامامية، وراه ثاني كذلك كيفاش نستكشفوا الابط بطريقة جد سهلة. والرقبة الأمامية صراحة خرجت رائعة، والله غير خرجت رائعة. أنا نزحت الخلف عن الأمام باش ندير تعديلات على الجهة الأمامية. هنايا راح نهبط الرقبة الأمامية من الكتف حتى الجهة المغلوقة، راح نهبط بحوالي 16 سنتيمتر وندير هذيك التقويرة تاع الرقبة الأمامية. شوفوا البنات هنا راح نرسم الرقبة تحصلوا على شكل دائري يخرج ما شاء الله. قلت لكم هذا الموديل بزاف شباب وخاصة تقنية تاع الخياطة غير تبعوا طريقة الخياطة باش تستفادوا باش تتعلموا. ان شاء الله الجميع يتعلم. ونشكركم حبيباتي على الدعم وعلى الكلمات الطيبة اللي تركتوها في حقي، ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله يا رب. انا نقص في الرقبة الأمامية، راح نزيد ندير كذلك تعديلات على عند الأكمام او الحرزة تاع الابط. شوفوا انا راني نطبق باش ندير هذيك الورقه باش ما يجيناش غونفلي عند الصدر. كي تلبسوا الروبه تاعكم يجيكم غونفلي. ننزعوا هذيك تقريبا 1 سنتيمتر ونجيب شكل مائل. شوفوا البنات انا ما نتوشيش الطرف، نجي غير في الوسط عند الحرزه. شوفوا بالمقص راح تفهموا. حاولوا تسقموا القماش تاعكم مليح، تسووه مليح وتروحوا تقصوا كما راني نقص. شوفوا 1 سنتيمتر وديروا هذاك الميل. هذه هي الورقة اللي تحصلوها عند الإبط. ونحتذر منكم على الضجيج وعلى الغياب، والله لي ظروف البنات غبت عليكم فاعذروني. صراحة عندي القماش وعندي كلش، ولكن الظروف ما ساعدتنيش لأنه عندي المرض في البيت. كانت أم الزوج مريضة وهي عايشة معايا، فلهذا اضطريت أني نعينها مع الضياف. راكم عارفين البنات الواحد مراش يطيق باش نلبيكم كلش. سمحوا لي البنات، وراكم عارفين اي مرأة كاين رانا نعانوا من هذه المشاكل. شوفوا قضيان الاولاد الزوج الضيوف، باش الوحده تلبي بين الخياطه ودير فيديوهات والله غير ماهوش بالسهل. فحسنوا عوني وقيموا تعبنا باللايك وبالتعليق التحفيزي باش نمدكم اكثر واكثر. شوفوا البنات انا سفجت الرقبه الاماميه. شتو كيما ديروا في الدوره تاعكم تاع الرقبه كيما نزلت ب16 تنزلوا ب16 وديروا هذا السفاج. هذا السفاج راح نزيد ندير له تعديل بعد ما نثبت عليه لاطوال كولونت. راح نقول لكم العرض تاع السفاج هذا شحال تقريبا. راح العرض تاعه حوالي 5 سنتيمتر. راح نزيد من الجهة الأمامية أو الجهة السفلية لتحت كيما راه لتحت. شوفوا البنات شوفوا الرقبة كيفاش تجي ما شاء الله. ميم السفاج قلت لكم البنات بعد ما نثبت عليه لاطوال كونوط راح نشوفوا كيفاش راح نسفج الرقبة الأمامية. المهم البنات قلت لكم تدوا فيه 5 سنتيمتر وتروحوا صايده تقسموا هذيك 5 سنتيمتر باش تحصلوا على سفاج قد كي تجوا تدخلوا هذيك الكشكشه ما تبقاش ترسموا بالطبشور.
خلاص راه السفاج راه مقيس يعني، وهو اللي راح يقبض لكم هذيك الكشكشه. ان شاء الله الفكره تاع اليوم والفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم وينال رضاكم، فما تنسوناش باللايك والبارطاج. بعد ما قصيت السفاج تاع الرقبة الأمامية نجيب كذلك الخلف، وبنفس الطريقة راح نسفجوا الرقبة الخلفية. نسفج الرقبة الخلفية ونرجع معكم. شوفوا البنات السفاج راهو ساهل تقريبا، نفس الخطوات اللي تدوها في الرقبة الأمامية تدوها في الرقبة الخلفية. أنا السفاج تاع الجهة الخلفية عرضتها شوية، مديتش فيها العرض تاعها 5 سنتيمتر، لأنه حبيت الأكتاف تاعنا يتغطاو. صاي البنات شوفوا راني نحدد في نقطة ونجي هنايا نقصه عادي كيما شفتوني في الفيديوهات السابقة. بعد ما نكمل هذا القص نمر مباشرة للقطعة اللي راح نديرها كشكشة عند الصدر، أو ندير كافولون عند الصدر. شوفوا القطعة اللي خليناها فيها 11 سنتيمتر، هذا هو الطول تاعها. انا ديتها بطول قماش كامل، نطويها بالمنتصف ونجي نحدد هذه القطعة، حنكويها بالمكواة. هذه هي القطعة. شوفوا هنا بعد ما كويتها راح نمر مباشرة على الماكينة تاع الخياطة نخيطها. انا راح ندير لها سرفلة ومن بعد نديرها كشكشة. نجو كذلك للقطع هادو تاني نديرهم سرفلة من الفوق ومن الأسفل، ومن بعد راح نديرهم كشكشة باش نثبت كامل هذوك القطع. يلا معايا البنات شوفوا هنايا قبل ما نروح نخيط. شوفوا هذه السفاج تاعنا تاع الرقبة الأمامية والرقبة الخلفية. أنا قلت لكم هنايا في الجهة السفلية راه شوية عريض، يعني من تحت راح بعد ما حددته وديت المنتصف نجي هنايا نقيس 5 سنتيمتر. قلت لكم حدوا ديك 5 سنتيمتر متساوية من البداية. أنا خليتها ومن بعد بديت كي درت السفاج جاني القص ساهل. صاي البنات شوفوا غير من الجهة السفلية عند وراي مطوية فما جاني شوية قليل. صاي البنات راح نسويه مليح ونروح على الماكينة تاع الخياطة نخيط معاكم. البنات اللي ما يعرفوش هذيك القطعة السوداء اللي ثبتها على السفاج، هذيك لطبال كولونت تشروها من عند بائع لوازم الخياطة، راهي تدير من 30,000 حتى 35,000. تكووها بالمكواة أو بالبخار وتثبتوها على السفاج تاعكم يخرج ما شاء الله. هنايا البنات هذه هي القطعة تاع الفولون اللي حنديرها عند الصدر. طويتها كما قلت لكم على 2 وراني نخيط فيها ومن بعد عاد ندير لها السرفله. حاولوا تحكموها اللي ما عندهمش البنات. شوفوا معايا اللي ما عندهمش الماكينه تاع السرفله عادي يثبتوها كما راني ثبت فيها، لانه ما راهيش راح تبان. صاي البنات انا مهم ما حبيتش هذوك الخيوط يبانوا، حبيت العمل تاعي يكون نظيف. وجيت هنايا مباشره جبت الدواسه تاع الكشكشه راني نغير فيها امامكم راكم شفتوها. اللي ما يعرفش الدواسه تاع الكشكشه هذه هي. نجي للقطعه تاعي ندير لها كشكشه، وفي الكشكشه دائما تزيدوا في الغرزه ولا طونسيون كذلك تحاولوا يا تزيروها يا ترخفوها. مهم كي في بعض الأحيان كي تزيروها تعطيكم كشكشة كثيفة، وكي ترخفوها تعطيكم كشكشة شوية. صاي البنات هذه هي. والغرزة قلت لكم تغيروها في الرقم 5. هذه الفولون شوفوا كي طبقناها على 2 خرجت ما شاء الله. ثاني يجي العمل تاعكم جميل. نجي قبل ما نثبت السفاج راح نزيد كذلك الفولون اللي راح نديره في الاسفل، هو كذلك راح ندير له كشكشه. انتم البنات اللي ما عندهاش تاع السرفله ديروا كفه من الفوق وكفه من الاسفل، من بعد كي تجوا تخيطوا ثاني تخرج معكم النتيجه نفسها. صاي البنات ان شاء الله الجميع يستفاد. والموديل هذا ثاني راهو سهل بزاف
وجاي كيوت وجاي جميل صراحة. هذا طلب الزبونة، أنا الزبونة طلبت مني نعمل لها هذا الموديل من دون أكمام، لهذا حبيت نشارككم هذا الموديل. بعد ما عملت الكشكشة للقطع اللي شفتوها أمامكم، نجي هنايا ننزع الدواسة تاع الكشكشة ونغيرها، ونمر مباشرة كيفاش نثبتو السفاج تاعنا. ركزوا مليح هنايا البنات، علاه قلت لكم ركزوا مليح. شوفوا قلبت القماش من الجهة الداخلية، والسفاج كذلك قلبته، يعني الجهة تاع الزين درتها في الجهة المقلوبة ماشي على الواجهة، عفوا. ونجي مباشرة نروح بالخياطة، نتبعو ديك الرقبة نتاعنا ونخيطوها خياطة على بعد 1 سنتيمتر. دائما حاولوا ديروا لو بوان داري في البداية وفي النهاية، وروح مع السفاج تاعكم، ما تبقاوش تسحبوا في الجهة التحتانية ولا السفاج ثاني تسحبوا فيه ما يجيكمش ديكالاج. حطوا القماش عادي وروحوا معاه غير بأريحية. وبعد ما نكمل الخياطة هنايا لازم البنات لازم ضروري ديروا هذاك الفتحات ولا تكرونطو. شوفوا نقولكم تكرونطو، راح نجيب المقص يساعدني احسن وسريع. شوفوا ديروا هذيك الفتحات باه كي تجوا تقلبوا وتخيطوا يخرج معكم ويجيكم سهل، يعني في القلب ما يجيش مشدود ولا يجي معوج. يعني هذه الفتحات يساعدوكم في لافينيسيون. صاي البنات، هذه هي المعلومة اللي حبيت نوصلها للأخوات المبتدئات. أنا نجي نخيط من الفوق عند الرقبة، نثبت السفاج تاعي، راني شوفوا راني رديتها لداخل. هنايا ضربنا عصفورين بحجر، راح نثبتوا عليه هذا السفاج. سفجنا الرقبة من الداخل ومن برا ثاني كذلك، راح يعطينا الشكل الجميل للقطعة تاعنا أو للواجهة. شوفوا البنات كيفاش يجي بهذا الشكل. انا راح نجيب هذيك القطعه اللي حددتها او اللي كويتها، نحاول ندخلها بين الصفاج والكشكشه، ندخلوها بين الصفاج. شوف نحاول نثبت مليح، روحوا غير بشويه البنات، سووا القماش تاعكم. الاخوات المبتدئات اللي يحبوا يخدموا مليح حاولوا تثبتوا بالدبابيس هكا تضمنوا العمل تاعكم وما تغلطوش. صاي البنات، انا صراحه القيمه هذيك تاع 5 سنتيمتر تاع الصفاج تاعي هي اللي تتحكم لي في العمل تاعي. راني رايحه معها غير بشويه ونخيط هذيك القطعه تاع الفونو. هي من الاحسن لو كان جا لون مغاير صدقوني يخرج طوب ثاني والله غير يخرج روعه. شوفوا لي البنات النتيجة نتاع الفولون كي ثبتناها تحت السفاج، يعني خفينا كامل هذوك العيوب. على هذا الشيء قلت لكم مش اجباري تسفشوا هذيك القطعه. نجي هنايا نجيب القالون، في البدايه راح نثبته عند وين خيطنا او عند وين ثبتنا هذيك الكشكشه. نحط القالون تاعي، حاولوا نتوما تدوا الوان. انا صراحه هذا من اختيار الزبونه، رانا نلبوا لهم في رغباتهم. كل ما يحبش الالوان الفاقعه والوان الواضحه، هي من الاحسن لو كان جا القالون بلون مغاير يخرج شباب، خاصه في الباج يخرج شباب. كل واحد وذوقه، كل واحد اختياره. رانا احنا نطبقوا واش طلبوا منا، هذا مكان.
المهم البنات نثبت هذا القالون ونجيبه ثاني من جهة الرقبة، يعني عند الدورة تاع الرقبة راح نخيطه من الداخل باش يبقاو لي يبانوا هذوك الوريدات وما يعطي منظر جميل للفستان. شوفوا هنا البنات كيفاش خيطت القالون من جهة الرقبة، قلبت القماش على الجهة الداخلية وبديت حطيت القالون من الجهة الداخلية، خليت غير هذوك الوريدات يبانوا، باه كي نجي نقلب على الواجهة يخرج لي شباب. صاي البنات يبقاو هذوك الوريدات واضحين عند الرقبة ويخرجوا ما شاء الله. راح نكمل الخيطة تاعهم، من بعد نزيد نسفج الرقبة الخلفية باش نثبت الأكتاف. بعد ما نثبتو الأكتاف راح نجيب كذلك شريط من القماش نسفج بيه الدورة تاع الإبط، هذا مكان، ونزيد نثبتو كذلك الفونو من الجهة السفلية. ومن بعد ندير خياطة للجوانب، وكذلك راح نزيد كفة للجزء السفلي. نظن الفيديو تاع نهار اليوم راها تقريبا النتيجة بانت من هذا الصدر. شوفوا كيفاش خرجت هايله. هذه روبا اللي حاب يدير لها الحزام في الخصر الثاني لكم الاختيار. وشوفوا لا فينيسيون تاع هذا الموديل كيفاش خرجت تحفه والله، غير خرج ما شاء الله. شوفوا في الفيديوهات اللي راني نقدمها لكم دائما راني نركز لكم على لا فينيسيون. الخياطه تقدري تفصلي وكاين البنات ما يعرفوش كيفاش يخيطوا، يعرفوا يفصلوا ما يعرفوش يخيطوا، كاين اللي يعرفوا يخيطوا ما يعرفوش يفصلوا. فهذه هي الخياطه، لازم الانسان يتعلم زوج حوايج، يعرف كيفاش يفصل وكيفاش يخيط. شوفي الخياطه راه فيها البنات، سمحوا لي على هذا الاطاله وعلى هذا الكلام، هذه غير كلمات راني نوجه فيها المبتدئات باش يدوا بعين الاعتبار هذه الكلمات، يدوها نقطة مهمة. فهمتوني البنات؟ قلت لكم حاولوا دائما كي تخيطوا تدوا او الخياطة تاعكم لازم لا فينيسيون. فهمتوا؟ لا فينيسيون هي اللي راها تخرج لك العمل تاعك. لو كان تعرفي تفصلي وما تعرفيش تخيطي ثاني هذا مشكل، تعرفي تخيطي وما تعرفيش تفصلي ثاني هذا مشكل. لازم هذو زوج يتوافقوا مع بعض، وما شاء الله ربي يوفق البنات. رانا نعلمكم التفصال ونعلمكم الخياطة. ادعونا غير دعوة خير وربي يجازيكم كل خير. والآن البنات راح نخيط الكتفين مع بعضهم. دائما حاولوا تجيبوا الصفاج تاع الجهة الخلفية إلى الأمام وحطوا الكتفين مع بعضهم، ومن بعد خيطوا. صاي البنات هنايا بعد ما نخيط راح نقلب ونزيد نثبت الخياطة من الفوق على السفاج نتاعي من الجهة الخلفية.
أما الآن راح نجيب شريطين من القماش يكونوا طوال، راح نسفج بهم الحردة تاع الإبط. صاي البنات، هنايا اللي محبتش دير هذه الخطوة تقدري ديري كفة للحردة تاعك، ولكن ننصحكم ديروها تسفجوا الحردة تاعكم بهذا الشكل، بشريط من القماش او بشريط بيي، هكا احسن باش تضمنوا العمل تاعكم يخرج جميل ويخرج مفيني. هذه هي الطريقة اللي استعملتها انايا في الحردة تاعنا. جبت شريط العرض تاعها حوالي 4 سنتيمتر ورحت بالخياطة، ومن بعد راح نكرونتي باش كي نقلب من الداخل تجيني ثاني انفيني. هذا مكان راح ندير نفس الطريقة من الجهة هذه، ويبقى نركب الفولون من الجهة السفلية للأمام وللخلف، ومن بعد راح نخيط الجوانب وتشوفوا النتيجة النهاية وتشوفوا الموديل كيفاش خرج. راح نخليكم حبيباتي تستمتعوا ببقية الفيديو وتشوفوا النتيجة، فاعطوني رأيكم في هذا الموديل. وقلت لكم اللي حبت تعمل أكمام لهذا الموديل ثاني تقدر تبلاصي الكمام عادي ويخرج ثاني الموديل باهي. انا صراحة فضلت لو كان فيه الاكمام، ولكن صاحبة الروبا طلبت من دون اكمام، فكل واحد ورغبته. بما انه هذه رابطها ان شاء الله روبا تاع اليوم تكون عجبتكم ونال رضاكم، فلايك للفيديو، واللي مش مشتركين ثاني يشتركونا في القناة ويفعلوا زر الجرس حتى يصلهم كل ما هو جديد. دمتم أوفياء للقناة وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. انتظرونا. سلام.